بقالنا شهر بنتكلم عن صناعة المحتوى، تصور ازاي وتظبط الاعدادات ازاي وتنور ازاي، بس لسه بتكلمتش على اهم عنصر في صناعة المحتوى وهو الصوت. زي ما كنت قلت في اول حلقة عن صناعة المحتوى، فالنهاردة ان شاء الله هشرح لك يعني ايه صوت وتسجله ازاي. اولا ايه هو مفهوم الصوت؟ الصوت هو موجات ميكانيكية وشكل من اشكال الطاقة. طيب بينتج ازاي؟ الصوت بينتج عن طريق اهتزاز جزيئات الهواء بنمط معين او بتردد معين، والهواء اللي بيهتز ده بيدخل المايك وبيصطدم بقطعه اسمها الكون او المخروط. بيكون المخروط ده رقيق جدا وحساس لاي ضغط هواء يقع عليه، وبيكون المخروط ده مرتبط بملف نحاسي او كويل. الكويل ده بيتحرك داخل مغناطيس، وحركه كويل نحاسي داخل مغناطيس بتولد موجات كهربائيه. الموجات دي بتكون مختلفه في الجهد والتردد حسب سرعه ترددها. كل ده في الاخر بيتحول لصوت، ودي طريقه عمل المايك الدايناميك. انا بس بشرح لك الاساسيات عشان تكون مميز عن غيرك. طيب ايه هم انواع المايكات؟ بص، المايكات انواع كتير قوي، بس اللي يهمنا منهم نوعين: المايك الكوندنسر والمايك الدايناميك، عشان دول الاشهر والاكثر انتشار. لسه كده عملتش لايك؟ يلا روح اعمل لايك سبسكرايب دلوقتي. اول حاجه المايك الكوندنسر. المايك الكوندنسر بيكون حساس جدا للصوت، وبيحتاج مصدر يزوده بالطاقه عشان يشتغل بالشكل الصحيح بتاعه، لانه بيشتغل بطريقه مختلفه شويه عن المايك الدايناميك اللي انا شرحته في بدايه الفيديو. وطبعا مايكات الكوندنسر بتختلف، يعني في مايكات كوندنسر بتحتاج جهاز اسمه فانتوم باور، ده بيدي لها 48 فولت عشان تشتغل بالشكل المظبوط بتاعها. زي المايكات اللي بتشوفها في استوديوهات تسجيل الصوت، بيكون في جهاز اسود كده اسمه فانتوم باور بيوصل لها 48 فولت عن طريق الاكس ال ار كيبل. وبرده من اشكال المايكات الكوندنسر المايك اللي انا بتكلم منه دلوقتي هو لافالير مايك، يعني مايك مشبك. المايك ده كوندنسر، يعني ميكروفون البويا ام 1 اللي هو اشهر ميكروفون لصناعه المحتوى حرفيا، ده كوندنسر. المايكات اللي بتستخدم في تسجيل الاغاني في الاستوديوهات دي مايكات كوندنسر. انما المايكات الدايناميك بتكون اكتر في حفلات الموسيقى. طب ليه؟ المايك الدايناميك مش حساس للصوت زي المايك الكوندنسر. فمثلا في حفلات موسيقى بيكون فيها موسيقى عاليه جدا وصوت جمهور عالي جدا والمغني واقف بيغني لايف، فعشان الاصوات دي كلها ما تتداخلش مع بعض لازم يعملوا مايك ما بيلقطهمش. فبالتالي المغنيين بيكونوا ماسكين في ايديهم مايكات دايناميك، حتى لو تاخد بالك بيبقوا مقربين المايك جدا من بقهم، لان حساسيه المايك بتكون قليله قوي عشان ما تلقطش الاصوات المحيطه ليه وتلقط صوته هو بس. وبعد ما اتكلمنا عن انواعهم، احنا معظم استخدامنا كوندنسر، والكوندنسر مايك حساس للصوت، فلازم نتكلم عن صدى الصوت. زي ما اتكلمنا ان الصوت موجات ميكانيكيه بتمشي في الهواء، فلو الموجات ديت اصطدمت باي سطح صلب فهي هترتد تاني في عكس الاتجاه اللي كانت جايه منه، وهترجع للمكان اللي خرجت منه. يعني لما انت بتكون واقف في مكان فيه صدى صوت وبتتكلم، يعني الصوت بيخرج من بقك وبيفضل ماشي 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 لحد لما يصطدم باي جسم صلب قدامه، فالموجات دي بتصطدم بيها وترتد تاني وترجع لودنك، فعشان كده انت بتسمع صدى الصوت. بس طبعا انت ما بتحسش بتاخير في استماعك لصدى الصوت انه بيتكرر تاني، لان سرعه الصوت بالنسبه لنا كبيره جدا جدا، تقريبا 343 متر في الثانيه الواحده. انما لو الصوت اصطدم بسطح فيه مسام قادره انها تمتص الموجات دي اللي هو هوا زي ما كنا قلنا، فمش هيرتد تاني للمكان اللي خرج منه، فبالتالي هيكون لغى صدى الصوت. طب انا ليه من الاول شرحت طريقه عمل المايك بالتفصيل؟ عشان اهدم فكره ان صدى الصوت ممكن يتشال ببساطه شديده جدا من اي برنامج تعديل للصوت اكن شيئا لم يحدث. صدى الصوت ده موجات خبطت كويل المايك مع صوتك انت نفسه، فبالتالي لو انت رحت للبرنامج وقلت له الموجات الصوتيه دي انا عايزك تلغيها لي، والموجات الصوتيه دي كان متسجل معاها موجات من صوتك، فالبرنامج كل اللي هيعمله انه هياخد رينج الموجات دي اللي فيها صوتك وهيلغيه، ففي جزء من صوتك هيروح. فلو انت جايب مايك برقم كبير جدا هتلاقي ان جودة الصوت اللي طالعه منه وحشه، فلازم تطلع التسجيل نضيف من الاول. وكده كده برضو هنعدل على الصوت، بس لما نعدل على ويفا نضيف غير لما نعدل على ويفا فيها صدى صوت. حرفيا اي دقيقه انت بتحطها فيها هي مضيعه للوقت. طيب صدى الصوت بيتعالج ازاي؟ صدى الصوت بيتعالج بره البرامج، ما بيتعالجش جوه البرامج. احنا في البرامج مجرد بنشيل البقايا المتبقيه من صدى الصوت بس بشكل بسيط جدا. عشان تخفف صدى الصوت لازم المكان اللي هتكون فيه معظم الاسطح فيه ما تكونش صلبه، يعني مثلا الارض يكون عليها سجاده كثيفه نوعا ما، الحيطان يكون عليها ستائر، ويستحسن لو خامه الستائر ديت خامه القطيفه هتديك عزل صوت جبار لانها ناعمه والمسام اللي فيها كتيره قوي، فبالتالي هتمتص موجات الصوت بشكل افضل. وطبعا في حل معمول خصيصا لعزل الصوت وهو الاكوستيك فوم. ده فوم بيتباع بمجموعه قطع مع بعض. الفوم ده انت بتلزقه على الحيطه ومهمته ان هو يمتص
موجات الصوت فيلغي صدى الصوت. وبرده الفون ده بيكون شكله حلو لو انت هتدخله في التصوير، بس طبعا ما تكونش قاعد لي في غرفه 5 متر في 5 متر وفاضيه على البلاط وتجيب لي 12 قطعه من الفون وتركبهم، لا انت كده بتهزر. بعد كده في حاجه مهمه جدا، لان لو انت معاك اغلى مايك في الدنيا ممكن بغلطه صغيره قوي تضيع كل الجوده اللي ممكن تخرج من المايك دي، وهي ليفل المايك. في معامل مهم جدا في الصوت وهو مقياس شده علو الصوت، تتقاس بالديسيبل. باختصار شديد، في مايكات بيكون فيها حد لشده الصوت اللي ممكن تستقبلها، واقصى حد لشده الصوت بتكون 0 ديسيبل. يعني المايكات وهي بتلقط الصوت بتلقط من تحت الزيرو ديسيبل، بيبقى -2 -4 -30 وهكذا. طب ايه اللي بيحصل لما بيوصل للزيرو ديسيبل؟ مجرد ما المايك بيوصل للزيرو ديسيبل بيبدا يعمل حاجه اسمها كليبنج. الكليبنج هو ان في اجزاء من الصوت ما بتطلقتش اصلا. طب ده حصل ليه؟ لما انت بتدخل المايك شده صوت اعلى من اللي هو قادر يستحملها، فبالتالي الكون او المخروط اللي جواه بيتحرك حركات غير منتظمه، ففي اجزاء من الصوت الاجزاء دي اصلا ما بتطلقتش في المايك. فلو انت معاك مايك من المايكات الحديثه الوايرلس زي الجودكس موفي لينك او الرود، انت ممكن تقلل حساسيه الصوت فيه. بيكون فيه زرارين في الجنب، ده في الموفي لينك، تقللها لحد -4 ديسيبل وما تقلش عن كده. يعني ما تبقاش -3 او -2، -4 او اقل. وما تقلقش لو الصوت متسجل والصوت طالع منخفض، احنا ممكن نعليه بعد كده في التعديل براحتنا زي ما احنا عايزين. الصوت ممكن يعلى زي ما انت عايز من غير ما يعمل مشاكل. لكن لو الصوت متسجل اصلا عالي وعامل كليبنج، لان اوريدي في اجزاء من الصوت ما اتلقطتش اساسا، فالمشكله ديت ملهاش حل. انما المايك اللي معايا وهو مايك مجهول الهويه للاسف، فما فيهوش امكانيه اني اقلل حساسيه الصوت. بعمل حركه اني بركب مايك بعيد عن بقي حوالي شبرين، او بعمل كده بايدي، بخلي صباع الابهام عند دقني وصباع البنسر بيركب عنده المايك اهو زي ما انتم شايفين كده. بس انا باعد المايك شويه عشان يبقى عندي اريحيه ان انا اعلي صوتي زي ما انا عايز. وتركز برضو ان صوتك ما يعلاش قوي عشان ما يعملش كليبنج. بكده اكون قلت لكم كل حاجه محتاجين تعرفوها عن تسجيل الصوت، ويكون كده ناقص الجزء الثاني من الفيديو ده وهو تعديل الصوت نفسه، وده ان شاء الله هيكون في الحلقات الجايه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.